وفي سنة 2008 بمدينة الدار البيضاء واحد السيد في عمره 50 سنة مزوج، عنده 3 الوليدات وجوج بنات. عنده واحد الحانوت كيبيع ويشري في الاواني، وكانت فيه بلية الشراب. كل نهار كيجي سكران، هادشي اللي خلى يكونوا عنده المشاكل مع الزوجة والابناء. بسبب هاد البلية ديما تيجي معطل للدار، شحال من مرة تيوصلوا غير جيران لدارو. وهنا الابناء ما كانوش راضين على هاد الوضع وشوها قدام الجيران، وبقى على هاد الحال. تشوفو بنهار تقول هذا ملاك، ولكن بالليل تيولي شخص اخر بسبب الشراب. حتى ولاو الجيران كيتشكاو منه بسبب تخسر الهضره. دازت الايام واعوام باقي على هاد الحاله، لدرجه كلشي ولف عليه ديما سكران. الله يعفو على كل مبلي. بنهار راجل مزيان، وبالليل تيولي قبيح بسبب الشراب. مشات الايام وجات الايام، حتى لواحد النهار في واحد الصباح خرجت واحد السيده في الصباح غادا الخدمه ديالها، حتى تيبان ليها واحد الراجل مرمي قدام واحد الدار ومضروب في راسو وغارق في الدم. هاد السيده رجعت للدار مخلوعه عند راجلها، وقالت له كاين واحد السيد مضروب في راسو ومرمي قدام واحد الدار. فاش خرج الزوج شاف هذاك السيد وقال لها هذا راه ميت. خبروا البوليس، وجاو البوليس لعين المكان وداروا المعاينه ديالهم، ولقاوه مضروب ضربه في راسو. وفاش داروا التحريات وقلبوا جيبو، لقاو عنده شي سوارت ومبلغ قيمته 2 المليون. وهنا البوليس استغربوا كيفاش هاد السيد تعداو عليه وقتلوه وفلوسو في جيبو. واش كان الغرض من القتل ديالو من غير السرقه؟ البوليس خداو الاقوال ديال السيده والسيد اللي بلغوا البوليس، وقالوا لهم هاد السيد ما كنعرفوش. اذا البوليس غيستنتجوا ان الضحيه ماشي من هاد الحي. سولوهم البوليس وقالوا لهم شكون ساكن في هاد الدار اللي كان مرمي قدامها؟ قالوا لهم كاين واحد 2 بنات خواتات ساكنين في هذيك الدار. هنا البوليس دقوا في هذيك الدار وحتى شي واحد ما جاوبهم. جا واحد السيد من هذوك الناس اللي كانوا حاضرين، شاف الضحيه وتعرف عليه، وقال البوليس هاد السيد راني كنعرفو. قالوا ليه فين كتعرفو؟ قال لهم كيبيع الاواني في واحد الحانوت. قالوا ليه واش عارفين ساكن هاد السيد؟ قال لهم لا ما عرفتش. هنا البوليس طلبوا منه يمشي معاهم الحانوت ديال الضحيه، وبالفعل غيوريهم الحانوت. وهنا بداو البوليس كيسولوا التجار على الضحيه، وسولوهم امتى اخر مره شافوا الضحيه. وهنا جميع التجار قالوا لهم غير البارح شفناه مع 8 ديال الليل وكان معاه ولدو. توصلوا البوليس للدار ديال الضحيه وخبروا الزوجه والابناء ديالو باللي بوهم مات مقتول في واحد الحي. هنا الابناء استغربوا، قالوا الاب ديالنا ما عنده حتى شي واحد في صحابو في هذاك الحي، اش مشى يدير تماك؟ هنا البوليس قالوا لهم راه قالوا لنا التجار باللي شي واحد من ولادو كان معاه البارح مع 8 الليل. واحد من ولادو قال لهم انا اللي كنت مع الاب ديالي، ولكن تفارقنا في هذيك اللحظه وانا جيت للدار وهو مشى. قالوا ليه ما عرفتيش فين مشى؟ قال لهم غالبا غيكون مشى عند شي واحد من صحابو، حيت هو موالف تيبقى معاهم حتى للصباح. وهنا البوليس مشاو عند اصدقاء الضحيه ومعاهم الابن ديالو، وراهم واحد 2 صحاب الاب ديالو. وهنا فاش سولوهم البوليس قالوا لهم بالفعل الضحيه راه صاحبنا وكان معانا البارح، قصرنا جميع وفاش وصلت 11 الليل مشى. وهنا هادوك صحابو غادي يعطيو البوليس معلومه مهمه، واللي هي الضحيه كان تيعرف شي بنت في هذاك الحي اللي تقتل فيه وكان تيبات عندها. وهنا البوليس قالوا لهم وريونا الدار اللي كنتم مقصرين فيها قبل ما يخرج من عندكم. بالفعل واحد من صحاب الضحيه غيوريهم الدار ديالو اللي قصروا فيها. وهنا البوليس فاش دخلوا هذيك الدار لقاو شي قرعه ديال الشراب مرميه. وهنا ولد الضحيه غادي يشوف الموتور ديال الاب ديالو في هذيك الدار ديال صاحبه. وهنا ما تردش الابن ديالو وقال البوليس هذا الموتور ديال الاب ديالي. هنا البوليس قالوا لهم اش كيدير الموتور عندكم؟ قالوا ليه راه خلاه مشى. هنا البوليس دخلهم الشك، طرحوا بزاف الفرضيات. علاش الموتور باقي هنا؟ من المفروض خاصو يديه معاه. واش هاد صحابو هما اللي قتلوه ورماوه؟ وفاش عمقوا البحث معاهم ما لقاو حتى شي دليل ضدهم، لانهم من الاول ما نكروش وقالوا الصراحه. وهنا البوليس توصلوا بتقرير الطب الشرعي بان الضحيه كان في حاله سكر، وبان الضربه كانت مميته والاداه اللي تقتل بها كانت مقده. وهنا البوليس رجعوا لهذيك الدار
اللي لقاو فيها الضحيه مرميه قدامها، وولاو دقوا في هذيك الدار. وخرجت عندهم واحد البنت وقالوا لها: واش ساكنه بوحدك هنا؟ قالت لهم: لا سيدي، ساكنه انا واختي. قالوا لها: واش ما كاينش شي واحد اخر كيجي عندكم؟ قالت له: مره كتجي الوالده. قال له: واش مزوجين؟ قالت له: انا مزوجه وراجلي عايش في اوروبا واختي غير جالسه معايا. قالوا لها: فين اختك؟ قالت لهم: مشات تجيب شي سخره. قالوا لها: واش في خبارك داكشي اللي وقع البارح؟ قالت لهم: في خباري. قالوا لها: فين كنتي؟ قالت لهم: كنت مع الوالده، فاش جيت قالوا لي الجيران شنو وقع. هنا البوليس بقاو كيتسناو اختها حتى جات، وعزلوها بوحدها وهضروا معاها وسولوها. قالوا لها: اختك كتقول بان في هذيك الليله اللي وقعت فيها هذيك الجريمه كنتو عند الام ديالكم؟ قالت له: سيدي، مشينا عند الام ديالنا. قال لها: هاد الام ديالكم فين ساكنه؟ نمشيو معاكم عندها. بالفعل مشاو البوليس عند الام ديالها، دقوا عليها وخرجات. قالوا لها: واش انتي هي فلانه؟ قالت لهم: سيدي. قالوا لها: لا نسولوك. قالت لهم: مرحبا سيدي. قالوا لها: امتى اخر مره شفتي بناتك؟ قالت لهم: شي 3 ايام هادي. قالوا لها: واش ما جاوش عندك البارح؟ قالت لهم: لا. وهنا كانت المفاجاه، حيت البنات كذبوا. مادام الانسان تيكذب الا هو تيخبي شي حاجه. فاش واجهوا الام مع البنات قالت لهم الام: ما جاوش عندي البارح. والبنات بقاو ساكتين حيت كذبه باينه. وهنا البوليس قالوا لهم: قولوا الصراحه، هذاك السيد عند من جا؟ واش عندك ولا عند اختك؟ قالت له: لا سيدي، حنا ما كنعرفوش هذاك السيد وما جاش عندنا، حنا غنعاودوا لكم كل شيء. في هذيك الليله سمعنا شي صوت حدا السرجم. مشينا حدا السرجم، لقينا هاد الضحيه مع واحد السيد مول الدجاج وكيهضروا. في واحد اللحظه قال مول الدجاج للضحيه: اخر مره نشوفك هنا. قال له الاخر: انت ماشي شغلك. وتزايدوا في الهضره، وجبد مول الدجاج المقده وضربوا بها الراس ومشاو خلاه طايح تما. قالوا لهم: انتم فين كنتوا في هذاك الصباح فاش دقينا عليكم؟ قالت له: كنا في الدار وسمعناكم وما حليناش، خفنا من المشاكل. مشاو البوليس عند مول الدجاج وداوه الكوميساريه وواجهوه مع هاد البنات وقالوا ليه: واش كتعرف هاد البنات؟ قال لهم: ساكنين حدايا. قالوا ليه: شنو وقع قدام دارهم؟ قال لهم: انا نقول لكم كل شيء، انا اللي ضربت هذاك السيد ولكن ما كنتش ناوي نقتلو. وعلاش ضربتيه؟ قال لهم: ما كاين ما نخبي، انا فعلا كنسكن في هذاك الحي وكنعرف واحد السيده مره كنمشي عندها للدار، وهذيك الليله كنت عندها في دارها حتى ل 12 ديال الليل، حتى جا عندها ودق عليها وقالت له: سير دابا. حتى المره اخرى بغى يدخل صحه ودفعها، وخرجت عنده انا قلت له: سير في حالك، وهو يضربني. بغيت نرد عليه الضربه، قالت لي السيده: ما خصني مشاكل مع الجيران، سيروا الزنقه وتقاتلوا. وبالفعل مشينا في حالنا بجوج. مشيت الحانوت ديالي وهزيت هذيك المقده، تبعته وتناقشنا وضربته وطاح، ولكن ما كنتش ناوي نقتلو. وهنا البوليس جابوا هذيك السيده، قالت لهم نفس الهضره اللي قال مول الدجاج. وهنا المحكمه حكمت على مول الدجاج ب 25 سنه، وهذيك السيده تحكمت 3 سنوات بتهمه الدعاره، وهذوك البنات تحكموا ب3 الاشهر بسبب التضليل وتمديد البحث. وفي سنة 2009 واحد السيد سميتو حسن، وفي عمره 38 سنة، مزوج وعنده وليدات وخدام في واحد الشركة كباقي الأسر، عايش عيشة مزيانة، ما عندوش وما خصوش. حتى لواحد النهار تعرف على واحد السيدة خدامة معاه فين في الشركة اللي خدام فيها، غتطور العلاقة بيناتهم. في واحد النهار اقترح على هاد السيدة يكري ليها شي دار ويبقاو يتلاقاو فيها. وهنا وافقت على هاد العرض لحقاش كانت غير كاريه مع صحاباتها، لقاتها فرصه باش تكري بوحدها، وهذا الشيء اللي كان كرات معاه واحد الدار. وهنا حسن مره ولا تيبات عندها، وبعض الاحيان تيبقى معطل عندها بالليل. هنا زوجة حسن ما تقبلش هاد الشيء اللي واقع لراجلها، دخلها الشك كل مره تيكذب عليها باش كذبه. وهنا غيزيد شك الزوجه فاش غتشوف بلي المصروف قل، وما بقاش حسن قادر يلبي حاجيات الاسره لحقاش كان تيصرف على هذيك السيده وتيخلص الكرا ديال الدار ديالها. زوجة حسن بقات غير كتشوف وساكته وما قادرت دير والو، وبقات صابره على وليداتها. في واحد النهار اتصل واحد السيده بالبوليس اللي كتسكن في نفس العماره اللي كاري فيها حسن والعاشقه ديالو،
وقالت لهم باللي شي سيده ميته في العماره، وعطاتهم العنوان. وجاو البوليس عين المكان وطلعوا لقاو الجيران مجموعين قدام الشقه اللي فيها السيده ميته. خرجت السيده اللي اتصلت بهم من وسط الناس وقالت لهم انا هي اللي اتصلت بكم دابا، وراني كنت خارجه من داري حتى لقيت باب هاد السيده جارتي مفتوح، بانت ليا مرميه في الارض والدم خارج من راسها وعينيها مفتوحين. انا عرفت بلي ميته واتصلت بكم. شكون هاد السيده؟ هاد السيده هي العشيقه ديال حسن. انا غادي الشرطه العلميه مسرح الجريمه. وهنا البوليس خداو اقوال الجيران اللي قالوا لهم بلي هاد السيده ساكنه مع راجلها، وهنا الجيران كيقصدوا حسن ومعتقدين بلي هو راجلها. هنا البوليس داروا المعاينه ديالهم للجثه، لقاوها لابسه سروال جين زرق وتيشيرت كحله وطالقه شعرها وحدها شي صاك، وكان حدها واحد الفولار، وهذا الشيء كيدل على ان السيده كانت مستعده باش تخرج. انا البوليس لقاو بزاف الفرضيات فاش داروا المعاينه ديالهم، لقاو السيده مضروبه في راسها وشعرها مخصر، ولقاو الفولار وميكا ديال البلاستيك. هنا كان احتمال كبير يمكن كان شي شجار مع شي واحد ودفعها وطاحت على راسها، ولا شي واحد ضربها لراسها. انا البوليس غادي ينقلوا الجثه لمستودع الاموات وغياخذوا البصمات من مسرح الجريمه. وهنا البوليس كان لابد يخبروا الزوج ديالها اللي هو حسن، اللي كان في اعتقاد ديالهم وهو راجلها الفعلي. انا البوليس انتقلوا عند حسن الشركه وقالوا ليه لقينا الزوجه ديالك مقتوله هذا الصباح. انا حسن غيتفاجئ، قال لهم ما يمكنش، راني يلاه جيت من الدار وخليتها ناعسه في الدار مع الوليدات. انا البوليس قالوا ليه اش من وليدات كتهضر عليهم؟ حنا راه ما لقينا لا وليدات لا والو. انا حسن فاش سمع ما لقينا لا وليدات لا والو وعرف بلي ما كيقصدوش مرتو ولادو، وهو يقول لهم واش كتقصدوا صفاء؟ قالوا ليه مالك كتدخل وكتخرج في الهضره؟ قال لهم انا نشرح لكم، هذيك راه صفاء ماشي مرتي، هذيك خطيبتي وناوي نتزوج بها، وانا راني مزوج وعندي وليدات. قالوا ليه البوليس وعلاش الجيران تيشوفوك ساكن معها وتيقولوا باللي انت راجلها؟ قال لهم لا ماشي راجلها، بالفعل انا كنمشي عندها مره وكاري ليها هذيك الشقه. وقالوا ليه امتى اخر مره شفتيها؟ قال لهم غير البارح مع 12 الليل خرجت من عندها. قالوا ليه وفين بتي هذيك الليله؟ قال لهم في داري مع وليداتي. هنا البوليس داوه مركز الشرطه ومشاو جابوا الزوجه ديالو للمركز، وهنا غيسولوا الزوجه واش راجلك بات البارح في الدار؟ قالت لهم سيدي بات في الدار. قالوا لها معاش دخل الدار؟ قالت لهم مع ديك 12. مزيان، ومعاش خرج هاد الصباح؟ قالت لهم مع شي 8 تقريبا. انا البوليس بقاو كيتسائلوا كيفاش توصلنا باتصال مع 7 الصباح والسيد خرج من الدار مع 8، يعني حسن ما كانش مع الضحيه في هذاك الصباح. سولوه البوليس واش كانت الضحيه عندها شي مشاكل مع الجيران؟ قال لهم ما عمرها تشكات ليا من الجيران. انا البوليس طرحوا هذا السؤال لحقاش فاش داروا المعاينه ما لقاوش شي حاجه تسرقات، يعني القاتل ما كانش سارق، وحتى الوضعيه اللي كانت فيها الجثه كتشير انه كان شي جار. وهنا البوليس غينتقلوا مسكن صفاء وعند والديها وخبروهم باللي بنتهم لقاوها مقتوله. وهنا هذا الخبر نزل كالصاعقه في قلوب والديها لحقاش كانت البنت الوحيده اللي عندهم، وتلقاو الخبر بحزن كبير. قالوا لهم البوليس واش صفاء قالت لكم باللي كانت ساكنه مع شي واحد في شقه وحده وهاد السيد خدام معاه في نفس الشركه؟ قالوا لهم لا سيدي، احنا في علمنا مشات مع شي صحاباتها ولقاو خدمه وكاريين مجموعين. وسولوهم واش عندكم شي عداوه مع شي جيران ولا عائله؟ قالوا لهم لا سيدي، احنا الناس دراوش وما عندناش شي عداوه مع شي واحد. هنا البوليس طلبوا منهم يمشيو معاهم باش يتعرفوا على الجثه ديال بنتهم. بالفعل فاش شافوا الجثه تعرفوا عليها وقالوا لهم هذه هي بنتنا، والحسره والحزن باين في وجههم. وهنا البوليس قالوا عائله الضحيه باللي حتى يسالي البحث عاد يمكن لكم ديو بنتكم تدفنوها. وهنا البوليس سولوه على صاحبتها اللي مشات معها النهار الاول، قالوا لهم سميتها سعاد. بالفعل مشاو عندها وقالوا لها واش في خبارك داكشي اللي وقع صاحبتك؟ قالت لهم في خباري. قالوا لها وشنو علاقتك معها؟ قالت لهم صاحبتي واختي وجيت انا وياها تقبلنا في الخدمه وكلينا مجموعين مع البنات. قالوا لها امتى اخر مره شفتي صاحبتك؟
قالت لهم غير البارح فاش كنا خارجين من الخدمه. هنا البوليس شافوا باللي هاد القضيه معقده وما كاينش شي خيط اللي يوصلهم للمجرم. كيف قلنا ان جثه كانت طايحه على راسها وحدها واحد الصاك وواحد الفولار، على اساس كانت مستعده باش تخرج. ووقع اللي وقع. هنا كانت واحد الحاجه اللي لفتت انتباه البوليس واللي هي الفولار اللي كان فيه واحد الزغبه صفراء والضحيه لون شعرها كحل. اذا ماشي الفولار ديال الضحيه. وهنا مشاو مباشره عند حسن وسولوا على هذا الفولار وقال لهم ما عرفتش، واصلا صفاء ما كديرش الفولار. قالوا ليه راه لقينا حدا جثه وفيه شعر صفر، واش كتعرف شي وحده شعرها صفر؟ قال لهم لا سيدي، ولكن الوحيده اللي كنعرف شعرها صفر هي الزوجه ديالي. جابوا البوليس مرتو وقالوا ليها واش هاد الفولار ديالك؟ قالت لهم لا سيدي ماشي ديالي. مزيان، واش انت كنتي عارفه باللي راجل كان ساكن مع شي بنت؟ قالت لهم عمري ما كنت عارفه راجلي ساكن مع شي وحده. كانت زوجة حسن هي المشتبه الاول في قتل صفاء. هنا البوليس خداو خصله من شعرها وداروا له معاينه مع الخصله اللي كانت في الفولار. وهنا الطبيب الشرعي اكد باللي كاين تطابق كبير ما بين الشعر ديال زوجة حسن والشعر اللي كان في الفولار. هنا البوليس واجهوا هاد السيده بالدليل وقالوا لها هاد الفولار راه ديالك والشعر اللي فيه حتى هو ديالك. اش كنتي كديري عند صفاء؟ حاولت تكذب. في الاخير قالت لهم انا نعاود لكم كل شيء من الاول. قالت لهم هذه شي سيمانه قالت لي واحد السيده راني شفت راجلك مع شي وحده في واحد الشقه وبغيت نتاكد. ما تيقتش وطلبت منها تمشي معايا نشوف بعيني. بالفعل مشات معايا وبقيت حاضيهم من البعيد حتى شفتهم خارجين بجوج، راجلي وصفاء. رجعت في حالي للدار والغدا مشيت عندها في الصباح بكري انا واختي، وبالفعل مشينا للدار ولقيناها غادا خارجه. وسولتها قلت لها واش عرفتيني؟ انا هي مرت حسن. وردات عليا وقالت ومن بعد؟ قلت لها واش مزوج بك؟ قلت لها ما شغلكش، وبغات تضربني وشداتني من شعري واختي دفعتها وهي طيح على راسها. خرجنا مخلوعين وجي للدار ونعس في بلاصتي حتى فاق راجلي. جابوا اختها وسولوها نفس السؤال وقالت لهم نفس الهضره اللي قالت اختها. قالت لهم دفعتها وطاحت على راسها وسال ليها الدم وعينيها محلولين. تخلعنا وهربنا وجينا في حالنا. تقدمت الزوجه والاخت ديالها للمحكمه وخداو العقوبه ديالهم. في واحد الصباح بمدينة خريبكا سنة 2014 شي ناس كانوا غاديين للسوق غيلقاو واحد الجثة ديال شاب في عمره 20 سنة مضروب بموس في وجهه وضربة جهة الكلية ديالو اللي كانت ضربة قاتلة. هنا غيخبروا الدرك الملكي بهاد الجريمة وبالفعل غينتقلوا عناصر الدرك هاديك البلاصة. غيلقاو جثة مرمية في جنب الطريق. هنا الدرك الملكي سولوا الناس اللي كانوا في مسرح الجريمة وقالوا لهم هذه طريقنا للسوق، شفنا هذا الشخص مرمي من تقربنا منه لقيناه مقتول وخبرناكم. انا الدرك فاش داروا المعاينه ديالهم الجثه غيتفاجئوا من واحد القضيه اللي هي لقاو البطاقه الوطنيه ديال الضحيه ولقاو عنده حتى الفلوس والتليفون مازال عنده. هنا غيتبين الدرك الملكي بان الضحيه ما قتلوش لوت السرقه. والغريب في الامر هو فاش شافوا البطاقه الوطنيه لقاو ان الضحيه تيسكن في الدار البيضاء ومقتول في خريبكا. وهنا نطرحوا السؤال اش جاب ولد في عمره 20 سنه لمدينه خريبكا؟ وهنا غينقلوا جثه المستودع الاموات ومباشره الدرك الملكي غينتقلوا مدينه الدار البيضاء وغيخبروا عائلته بان لقاو الابن ديالهم مقتول. هاد العائله اللي كتسكن في حي راقب الدار البيضاء ولاباس عليهم ماديا وعندهم غير هاد الولد بوحدو. والاب الضحيه كان مريض بزاف وشاد الفراش. هنا غيسولوا عائله الضحيه واش عندكم شي عائله بمدينه خريبكا يقدر الابن ديالكم يمشي عندهم؟ قالوا ليه لا. هنا غنرجعوا نتيجه الطب الشرعي اللي توصلوا على ان الضحيه ما مات بطعنه الموس انما مات بالسم اللي كلاه. وطعنات اللي كانوا في الضحيه تضرب بعد الموت ديالو. ان المجرم بغى يوهم الشرطه وتنظيم البحث باش يوصل الفكره على ان الضحيه ما ماتش بالسم. انا الدرك سولوا الوالدين ديال الضحيه شنو كتدير الضحيه في حياته. قالت ليه الام ديالو
على ان ولدها تيقرا، وقالت ايضا ولدي قال لي غنمشي عند ولد خالتي غنبات معاهم. وهنا الدرك سولوا الام واش ولدكم موالف تيبات عند ولد خالته، قالت لهم موالف تيبات وحتى هما كيباتوا معاه هنا في الدار. وهنا الدرك انتقلوا عند ولد خالته وسولوهم وقال لهم واش هاد ولد خالتكم بات عندكم البارح؟ قالوا لهم كان غيجي بات عندنا ولكن اتصل بينا وقال لنا خليوه حتى المره اخرى. قال هذاك ولد خالتهم واش هو اللي اتصل بكم قال لكم ما غاديش نجي؟ قالوا لي هو اللي اتصل بينا. ولكن الغريب في الامر هو ان الدرك فاش قلبوا الهاتف التحيه ما لقاو حتى شي اتصال داروا التحيه. وهنا الدرك قال وريني نشوف هذيك المكالمه ديال ولد خالتك. بالفعل غادي يلقى المكالمه ديال ولد خالته بالرقم الهاتف ديالو، ولكن الغريب علاش الدرك ما لقاو حتى شي مكالمه وارده او صادره في هاتف الضحيه وعلاش تمسحوا. وهنا ام الضحيه بداو تيجيو عند العيالات باش يعزيوها في ولدها. وهنا واحد السيده غتقول ام الضحيه راه ولدك بقى في ولدي بزاف وقال لي يلاه شفتو البارح مع واحد السيد في التيران ركب معاه في السياره. وهنا الام استغربات شكون هاد السيد اللي كان مع ولدها عنده السياره. وهنا الام غتخبر الدرك اللي مكلفين بالبحث ديال ولدها وقالت لهم راه واحد ولد الجيران شاف ولدي اخر مره ركب مع واحد السيد في السياره وحنا ما كنعرفوش شكون هاد السيد. وخا هاد الولد وصف لنا السياره والسيد ما عرفناش شكون. هنا الدرك مشاو عند هذاك الولد واكد لهم باللي شافوا اخر مره مع داك السيد اللي كان في عمره شي 36 سنه وركب في داسيه كحله. وقال له الضحيه واش نوصلوك معنا؟ قلت ليه لا غادي نبقى غير هنا. وهنا غيكون مول داسيه كحله هو المشتبه الرئيسي لهاد القضيه. هنا الدرك سولوا العائله واش عندكم شي عداوه مع شي واحد في العائله او الاصدقاء؟ هنا قالوا للدرك لا ما عندناش شي عداوه. في واحد اللحظه قالت ام الضحيه كانوا عندنا شي مشاكل مع اخ الزوج ديالي، كانوا شي مشاكل عائليه ولكن هذه مده طويله علاقتنا مقطوعه. وهنا الدرك سولوا الاب على السكن ديال الاخ ديالو ومباشره مشاو الدرك عند اخ الاب الضحيه وسولوه على وفاه ولد خوه. قال لهم انا مخبريش باللي راه مات. قالوا ليه حتى شي واحد مخبرك بالوفاه ديالو؟ قال لهم لا لحقاش علاقتنا مقطوعه من شحال هادي. وهنا الدرك خداو الاقوال ديالو وخرجوا وهما خارجين حتى كيتصادفوا بواحد الولد بلاصه السياره ديالو اللي كانت داسيه كحله ودخل الدار اللي كانوا فيها. قالوا ليه اجي نسولوك فين غادي؟ قال لهم هذه راه دارنا. قالوا ليه هاد السياره ديالك؟ قال لهم ديالي. قالوا ليه فاش خدام؟ قال لهم غير كنخطف البلايص بهاد السياره. وهنا الدرك شافوا في هاد السيد على انه في جميع المواصفات اللي قال لهم هذاك الولد اللي شافوه مع الضحيه. وهنا الدرك غيسولوه وقالوا ليه واش تلاقيت مع ولد عمك البارح؟ قال لهم لا واصلا عمي وولد عمي ما كنتشوفوش بزاف، هادي شحال وحنا علاقتنا مقطوعه. وهنا الدرك قالوا ليه وانت اصلا شكون قال لك كنهضروا على هاد ولد عمك؟ انا السيد تلف بدا كيدخل وكيخرج في الهضره لحقاش عقلو مشى نيشان مع الضحيه مع العلم عنده بزاف عمامو وولاد عمامو. انا الدرك قالوا ليه غتمشي معنا. بالفعل مشى معاهم وجابوا الولد اللي شافوا اخر مره وسولوه وقالوا ليه واش هاد السيد هو اللي شفتي مع الضحيه اخر مره في التيران؟ قال لهم هو هذا وكانت عنده سياره داسي كحله. وانا الدرك قالوا ليه الادله كلها ضدك وكتاكد انت هو المشتبه الرئيسي. الا كان شي حاجه تبغي تقولها غير قولها بلا ما تبقى تدوخنا، غنوصلوا الحقيقه. ومع كل هاد الادله انكروا قال لهم ما تلاقيتوش. وهنا واحد الدرك قال له عطيني الهاتف ديالك. فاش بدا كيقلب لقى النمره ديال الضحيه عنده. قالوا ليه واش كتفلى علينا؟ اش كدير عندك النمره ديال الضحيه ولد عمك وانت كتقول علاقتنا مقطوعه من شحال هادي؟ قال لهم الصراحه انا اللي قتلت ولد عمي. قالوا ليه عاود لينا كلشي من الاول شنو وقع. وهنا بدا كيعاود وقال لهم بالفعل علاقتنا مقطوعه مع عمي بسبب مراتو كتحرش عمي علينا. في واحد النهار مشيت عند ولد عمي المدرسه وخديت النمره ديالو وصونيت ليه باش نتفرجوا انا وياه في الماتش. بالفعل تفرجنا. فاش ركب معايا جبت واحد الخبز بالكفته اللي كنت داير فيه السم. قلت له كل انا يلا كليت دابا. بدات ياكل وحنا غاديين في الطريق بعد 20 دقيقه بدا كيتوجع وكيتقيا. وقفت السياره
وبقيت معاه حتى مات. وهزيتو في المارا ومشيت بيه مدينة خريبكا، رميتو تماك وضربتو بالموس في وجهو والكليه ديالو. والسبب اللي خلاه يقتل ولد عمو، انا كنت عارف عمي مريض وعنده بزاف الاملاك وعنده غير هاد الولد غيورث كلشي. قلت غنقتلو باش نكون حتى انا من الورثه ديال عمي. بسبب هاد الطمع هاد المجرم غادي يتحكم بالسجن المؤبد. وهنا غنكون وصلنا لنهايه قصه اليوم. الا عجبك الفيديو دير شي جيم وتعليق ايجابي واشتراك في عائله نوستالجيا.